سؤال بيتسأل كتير تقريبا كل يوم. ايه مميزات الأواني المصنوعة من الحديد الزهر؟ وليه بتتكلموا عليها أو ليه بنتكلم عليها باستمرار وبنشجع الناس إن هي تشتريها؟ ايه المفيد أو ايه الميزة اللي موجودة في الأواني دي عن غيرها؟ خلينا كده نشوف مع بعض شوية مميزات اللي موجودة في الأواني الحديد، وهل هي فعلا تستاهل إن أنا أشتريها ولا هي حاجة ملهاش لازمة؟ إحنا أول ميزة وتعتبر ميزة مهمة جدا أواني العمر الطويل. يعني إيه أواني العمر الطويل؟ يعني الأواني دي ممكن تتوارثها الأجيال، تروح من جيل لجيل لجيل، إن هي معمرة جدا. يعني مهما حصل في الأواني دي بترجع زي الأول، يعني ما بيجرالهاش أي حاجة خالص. عندنا مثلا، عارفين ماركة مثلا زي ماركة لودج؟ ماركة مشهورة جدا ومفيش حد تقريبا ما يعرفهاش. يعني لو دخلنا عندهم على الموقع الرسمي ليهم هنلاقي إن هم كاتبين إن المصنع بقاله أكتر من 125 سنة. المصنع ده من 1896 وبيفتخروا جدا بالموضوع ده، إن هم بقالهم أكتر من 125 سنة في تصنيع الأواني الحديد بشكل عام. كاتبين كده، لو بصينا هنلاقيهم كاتبين جملة حلوة جدا. الجملة دي بتقول إيه؟ بتقول لك: نحن لا نصنع أواني للطهي فقط، بل نصنع ذكريات تدوم لأجيال. يعني هم أصلًا كمان كاتبين إن هي بتدوم لأجيال، يعني مُعمّرة، حاجة مُعمّرة جدًا. طيب هو ده بس يعني اللي يخلّيني إن أنا أجري أروح أشتري الأواني دي عشان خاطر هي مُعمّرة؟ طيب إيه تاني يخلّيني إن أنا أروح أشتري المنتج ده أو الأواني دي عمومًا بصفة عامة؟ خلّيني كده أورّيكم شوية صور إن فعلًا الأواني دي مُعمّرة جدًا، وهنشوف إن في حاجات أصلًا بقى لها أكتر من 100 سنة. طيب، أول حاجة عندنا هنا ماركة لودج. تاريخ التصنيع بتاعها مكتوب أهو ما بين 1940 و1950، يعني عمرها تقريبا، يعني لو حسبنا على 1950 بنتكلم في 72 سنة لسه بحالتها والدنيا تمام. طيب، طاسة تاني ماركة لودج، برضو كاتبين إن تاريخ التصنيع بتاعها في أوائل 1950، برضو شكلها واضح إن هي بحالتها. طيب، وإيه كمان عندنا طاسة تاني، دي من 1915 ل1920، يعني تقريبا بنتكلم في 100 سنة. طيب، بنتكلم في 100 سنة وسعرها كام؟ 195 دولار، يعني تقريبا بنتكلم في حوالي 5000 جنيه مصري. طيب، وإيه كمان؟ هل ده معناه برضو إن أنا أجري وأشتري، ولا في برضو مش هي دي الحاجات اللي تخليني أجري وأشتري المنتج؟ طيب خلّيني أقول لك كمان إن أغلب الشيفات العالمية برّه وخصوصًا في أمريكا ما بيستغنوش عن الطاسة دي، يعني الطاسة دي موجودة في المطبخ عندهم، حتى في برامج المسابقات اللي بتتعمل للطبخ، بنلاقي تملي إن الطاسة دي موجودة وبتبقى ملفتة جدًا للانتباه. طيب هل ده برضه يخلّيني إن أنا أجري وأشتري الطاسة دي، والّا في حاجة كمان ممكن تخلّيني إن أنا أروح وأشتريها؟ خلّيني أقول لك مثلًا إن الطاسة دي كلّها معمولة من معدن واحد. إيه المشكلة إن هي معمولة من معدن واحد؟ لأ، تفرق كتير. الطاسة دي كلّها أو الأواني دي كلّها معمولة من معدن واحد، اللي هو الحديد الزهر. طيب ده معناه إيه؟ ده معناه إن هي مش واخدة طبقة من التيفال أو طبقة من أيًا كانت المسميات اللي بتتحط عشان خاطر الأكل ما يلزقش. والطبقات دي إحنا كلّنا عارفين إن هي مع الوقت بتتجرّح وبتبوظ ومُضرة بالصحة. هنا الموضوع غير كده تمامًا، هنا الموضوع عبارة عن حديد زهر، إحنا بنعمل له طبقة العزل الطبيعية اللي بتخلّي الأكل ما يلزقش بعد كده. فده أنت عندك منتج آمن وصحّي، فدي ميزة مهمة، إن أنا عندي منتج صحّي. المنتج الصحّي ده معمول من معدن واحد، ده كمان يخلّيني أقدر أستخدمه على البوتاجاز، جوّه الفرن، على شواية، على البوتاجازات الكهربا. كل ده مش هيسبب لي أي مشكلة، لأن هو كله من معدن واحد، حتى اليد بتاعته من نفس المعدن. فما فيش خوف، مش معمول مثلًا من بلاستيك يخلّيني إن أنا أخاف عليها إن هي مثلًا هتسخن وهتتلسع منّي لو حطيتها بطريقة غلط على البوتاجاز حتى من فوق والإيد تشيط. لأ، هي كلها معدن واحد فقط لا غير، اللي هو الحديد. فبالتالي أنا مش هاخاف عليها إن هي هتبوظ.
لو رميتها على جوّه شواية أو رميتها جوّه الفرن أو حطيتها على النار بطريقة مش مستوية، فالنار جات على الإيد بتاعتها، فالإيد هتبوظ منّي، لأ، هي كلّها معدن واحد. طيب الميزة التانية كمان أو الميزة الثابتة كمان معانا دلوقتي، إن أنا ممكن أستخدم أي أدوات مطبخ من غير ما أخاف إن هي بقى إن في طبقة هتتخدش منّي وتتجرّح فهتبوظ، لأ أنا ممكن أستخدم معلقة معدن spatula معلقة خشب أي أدوات مطبخ ممكن أستخدمها وأنا باطبخ الأكل عادي جدًا، من غير ما أخاف إن هي هتبوظ منّي. طيب وإيه كمان يخلّيني إن أنا عايز أشتري الطاسة دي أو الأواني دي عمومًا، إن أنا ممكن أعمل فيها كل أنواع الأكل بنسبة 80% أو 90% كمان، يعني هتشتغل معايا في التحمير حلو جدًا، الشوي ممتازة، المعجنات بأشكالها هتشتغل معايا حلو جدًا، مش هاخاف إن هي مثلًا هاحط فيها حاجة فالأكل هيتلسع مني ويبوظ، ما فيش الكلام ده. ممكن لو عندي طاسة واحدة، ممكن أقدر أجهّز فيها أكلة كاملة من غير ما أستخدم أي أواني أخرى، يعني مش هاعمل حوالين منّي حفلة، هنا طاسة باعمل فيها مثلًا الصوص، وهنا طاسة باعمل فيها الsteak، وهنا طاسة باحمّر فيها، لأ، أنا ممكن طاسة واحدة أستخدم فيها كل حاجة، هي اللي هاعمل فيها الsteak، هي اللي هاعمل فيها الصوص، هي اللي أنا ممكن أحمّر فيها بعد كده، كل ده بيوفّر عليّا وقت ومجهود وتعب في الغسيل والتنضيف، بتأثّر عليّا مشاوير كتيرة جدًا. هل بقى في الآخر الأكل هيلزق منّي والّا لأ؟ هاقول لك إجابة واحدة، الأكل مش هيلزق منّك، ليه؟ عشان إحنا بنعمل طبقة العزل أو طبقة التبطين للحديد، بتبقى طبقة طبيعية معمولة من الزيت، ده بيخلّيها شبه التيفال، الأكل ما بيلزقش عليها، الدنيا بتبقى كويسة جدًا، وهاورّيك مثال بسيط جدًا اللي شايفينه قدّامنا دلوقتي، ده أصعب اختبار بيتعمل للطاسة، يعني أكتر حاجة البيض ما بيلزقش فيها هو التيفال أو السيراميك أو الجرانيت أيًا كانت المسميات. فهنا أنا باورّيك أهو طاسة حديد معمول فيها بيض أومليت، ما لزقش فيها، طلع بمنتهى البساطة، الدنيا بسيطة جدًا والموضوع سهل. طيب إيه كمان يخلّيني إن أنا أفكّر في الطاسة دي؟ ميزة مهمة جدًا برضه وهي توزيع الحرارة، إحنا لمّا بنسخّن الطاسة بتاعتنا أو الجريل بتاعنا أو الحلة بتاعتنا تسخين كويس، بيبقى توزيع الحرارة فيها ممتاز جدًا. بيبقى درجة التسوية واحدة، ما عنديش جزء واصل له حرارة فبيستوي وجزء تاني الحرارة مش واصلة له أوي، فما بيستويش، لأ، أنا عندي توزيع حرارة كويس جدًا، 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 والأكل بيستوي في فترة زمنية قليلة عكس بقية الأواني التانية الأكل ممكن ياخد وقت، أنا عندي هنا الوقت قليل جدًا بسبب درجة الحرارة العالية اللي الطاسة على طول بتفضل فيها. طيب هي كلّها مميزات ما فيهاش عيوب؟ لأ، أكيد فيها عيوب، ما فيش حاجة كاملة ما فيش حاجة ما فيهاش عيوب، بس إحنا العيوب اللي هنتكلّم عليها هي عيوب بسيطة جدًا، يعني أكتر عيب ممكن يكون واضح في الأواني دي ثقل الوزن، إن هي تقيلة، بس يعني أنا شايف إن هو مش عيب أوي، هو ميزة وعيب، يعني ميزة إن أنا الكثافة بتاعة الحديد دي بتحافظ على درجة الحرارة، بس مشكلته في الوزن، يعني لمّا آجي أرفع الطاسة مثلًا بتاعتي وهي جواها أكل، بتبقى تقيلة شوية. فمحتاجة إن أنا أمسكها من الاتنين يد بتوعها، هو ده يعتبر عيب وميزة في نفس الوقت برضه، يعني مش هينفع نقول إن هو عيب قاتل، بس مع الوقت هنتعود عليها وهتبقى كويسة جدًا. طيب هو عيب واحد لأ، هاقول لك كمان إن هي ما بتدخلش غسالة الأطباق، يعني أي حد عنده غسالة أطباق ينسى تمامًا إن هو يحط الأواني المصنوعة من الحديد فيها، لإن هي هتبوظها. وإيه كمان، ما بتدخلش مايكروويف. يعني تقريبًا عندنا 3 عيوب من وسط كل المزايا اللي إحنا قُلناها. هنا بقى نبتدي نفكر هل الموضوع فعلًا يستاهل والّا لأ؟ هاستنى تجاوب على السؤال ده وتقول لي إذا كان الموضوع يستاهل والّا لأ، اكتب لي في الكومنت تحت هل أنت اقتنعت بالكلام والّا لأ، ومحتاج تعرف إيه تاني عن الطاسات أو الأواني المصنوعة من الحديد، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل شير، لايك، وسبسكرايب، أشوفكم في حلقة جديدة.